من احد واهم الحاجات العبقريه جدا اللي عملتها ابل في الايفون، هي في ابلكيشن الكالكوليتر او الاله الحاسبه. عملت طفره الحقيقه. دي الكالكوليتر العاديه اللي احنا عارفينها، لكن هنا تحت لو دوست هتلاقي في حاجه اسمها ماث نوتس. ماث نوتس دي لو دخلت عليها كده وبدات ان انت تفتح نوت جديده وتختار القلم اللي انت عايز تكتب بيه، فهتكتب مثلا بالقلم ده. بصوا بقى اللي هيحصل هنا. لو انا كتبت هنا 4، نختار القلم الأول. 4 plus 4 equal 8. هو هنا بيقول لي صغر بس الحجم عشان يكون مناسب. كويس. طيب لو انا صعبت الموضوع شوية، لو انا فتحت قوس وعملت 4 plus 4 وقلت قوس أس 4، بص اللي حصل هنا برضو بيقول لي صغر علشان آه العملية الحسابية. طيب تعالوا نصعبها أكتر. هنا 4 باي 4 equal، هنا على طول بيقول 16. ده بنصغر شوية. طيب احنا لو عايزين نصعب الدنيا شوية هنقول ايه بقى؟ هنقول مثلا نفتح قوس هنا كده 4، نعمل هنا أس 4 في، نفتح قوس هنا 2 أس 4 equal. بصوا بصوا اللي حصل ايه. طبعا هنا بيقول لي ان العملية الحسابية دي صغرها شوية علشان تقدر تشوف الدنيا فيها ايه، زي ما انت شايف كده. طيب تعال نشوف الدنيا. جذر مثلا، جذر 4 equal 2 على طول. جذر 206 5 على طول زي ما انت شايف كده. هنا بيقول لي برضو صغر عشان العملية الحسابية تكون. أي عملية حسابية أنت شايف إن هي عايز تحلها، أي معادلة رياضية تقدر تحلها، تقدر تحلها من الآيفون بشكل يعني مفيش أسلس من كده في الدنيا. حاجة عظمة.